انا بكلم والد الشهيد انس على طول. ففي انا بتواصل معاه على طول، يعني انا بكلمه على طول. حتى هو كلمني، حصل مشاكل بيني وبين ابو تريكه، مش ما اعرفش المشاكل كانت ايه بالظبط، لكن انا يعني خلاص الموضوع اللي انا اصلا ما كانش فيه مشاكل اصلا خالص. لكن حصل لابو تريكه بعد عن المجموعه، فما بعد عن المجموعه الناس جم علينا احنا بالزبط. زي ما قلت لك يعني احنا اتظلمنا برضو. فهي المساله اولا واخيرا ما كانش يعني ولا انت فاهمني ولا انا فاهمك ولا وابو تريكه خد قرار لوحده، فحصل مشاكل بقى ساعتها. هي دي مش شايف يا احمد ان الازمه اللي حصلت بين الاهلي وشباب الالتراس هي نفس المشكله اللي بتعاني منها الدوله؟ فقد الحوار، فقد لغه الحوار بيننا وبين بعض. صح يعني كده. انت لو جه يعني هم الناس بتوع الالتراس لو جم كلمونا، او الناس اللي هم المؤسسين الالتراس جم كلمونا، اكيد هيبقى في لغه حوار، اكيد هنعرف نتواصل لحاجه معينه. لكن بعد كده بعد ما حصل الموضوع بدأوا هم يكلمونا، بدأوا يبقى في لغه حوار، بدأوا يكلموا حسام غالي على طول. فعرفنا هم عايزين ايه، فما تعرف انت عايز ايه الموضوع ايه يبقى تسهل. انا هريحك وانت هترتاح بس. واللعيبه ممكن يوصلوا الاداره، لكن انت ما تروحش انت توصل الاداره على طول، هيبقى الموضوع صعب. لكن لما احنا كلعيبه نقول لهم احنا عايزين كذا 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 بالظبط كده، هم ممكن يعملوا لنا اللي احنا عايزينه. بالظبط يعني. لكن الامور الحمد لله تم استيعابها، واعتقد ان مباراه الترجي هنا في مصر، المسانده اللي كانت ليكوا في الفتره الاخيره والدعم ده وضحت للناس كلها ان القصه انتهت خلاص، وان هي خالص. حته الحوار دي اللي كانت ناقصه فقط لا غير. بس بالظبط. طيب احمد فتحي، بس جاوب بجد، من كام يوم صرحت قلت انا بقول عرضت على اداره النادي الاهلي انا متنازل عن جميع مستحقاتي الباليه بس سيبوني احترف. لا انا ما صرحتش بحاجه من الحاجات ديت. كان معايا في التصريح او جده. انا خليني اخدك سيب جده للحلقه بتاعته. جده انا بتكلم الحوار انا وجده. طب يعني انا اولا ما بكلمش حد خالص من ساعه ما رجعت من اليابان. انا كنت في اجازه ولسه داخل التمرين من يومين، فما كلمش اصلا صحفيين. وانا من عامه ما بكلمش يعني انا ما بكلمش حد. لكن انا ما صرحتش خالص بالحاجه ديت. لكن لو جه عاد احتراف اكيد تفكر فيه. افكر فيه جد يعني. خليجي ولا بره ولا اجنبي؟ اسف والله انا نفسي اطلع بره بصراحه، يعني في اوروبا ترجع تاني اوروبا. نفسي جدا يعني. بس يعني لكن حاليا مفيش حاجه؟ لا مفيش حاجه خالص، مفيش حاجه رسميه لغايه دلوقتي دخلت النادي خالص. لكن بتحاول؟ انا بحاول. بتحاول. نفسك تحقق ده؟ انا نفسي اطلع اوروبا بصراحه يعني. مش اوروبا، لكن لو جات لك حاجه خليج لا انت مبسوط في النادي الاهلي كده؟ والله لو الدوري ما تلعبش اكيد ممكن افكر برضه. يعني انت لو عوده الدوري انت باقي مع الاهلي؟ لو عوده الدوري انا ان شاء الله مكمل. لكن برضه يعني انا لسه ما فيش عروض قدامي، يعني انا ما باخدش قرار دلوقتي. اما في عرض جالي قدامي كويس هبدا اخد قرار انا، طبعا هبلغ كابتن حسام وهقعد معاه يعني. اكيد وفي الاخر هنوصل لحل يعني. لكن ما قلتش انا مستعد اتنازل عن مستحقاتي؟ ما بكلمش حد خالص، ما بكلمش حاجه في الحاجات دي خالص. بتزعل لما الاخبار دي بتنزل عليك؟ طبعا. وانا نفيت كذا حد قال لي كلمني لما رحت النادي من يومين، قلت لهم لا انا ما اتكلمتش في حاجه من الحاجات دي خالص. انت ما جبتش سيره الموضوع ده خالص؟ انا اصلا ما اتكلمتش. انا كنت في اجازه مسافر ورجعت، قعدت يومين في مصر وبدات التمرين، فما كلمتش حد خالص. انا ما بكلمش حد خالص في التليفون عامه يعني. انا عارف، بس غريبه جدا. وكانت واخده منشيت وغير المانشيت هم طلعوا بعد اليابان اللي انا جاي لي عروض في انجلترا وعروض في مش عارف اتحاد جده وعروض. طب فين الكلام ده؟ مفيش عرض اتحاد جده جه؟ لا مش عارف انا والله يعني بندهش من هذه الامور انها بتنزل تصريحات وكده وللاسف الشديد ملهاش اي وجود من الاساس يعني. يعني من زمان انا بقول لازم اي حد يكتب خبر عن اي حد لازم يتحرى صدق فيه، بس اكيد يعني مش عارف يعني. هذه هي الطريقه شكلها يعني. هذه هي الطريقه. بس هل انت شايف يا احمد ان انت صح تبقى ما تتكلمش، ما تظهرش، ما تصرحش، ما تتكلمش مع الاعلام، برغم ان ده انت نجم الناس تحب تسمع تشوف، تحب تسمع أحمد، بس تحب تشوف احمد على الشاشه، تحب مش كده بس يعني اما اجي دايما يتكتب عليا اخبار غلط دايما. ويعني رحت بطوله لندن مع المنتخب الاولمبي، اول ما رجعت احمد فتحي جالي عقد احتراف. يا جماعه طب منين ده؟ وانا ما بتكلمش في حاجه يعني.
انت ما تجيش تكتب حاجه على لساني اللي فيه حاجه وانا ما اكتبش حاجه. انت مش حابب انك اصلا ده ما فيش وما بتتكلمش عليا وما فيش. لا وكذا واحد ممكن اساله طب انت بتكتب عليا كده، قال لي طب انت ما بتتكلمش، طب اكتب ايه؟ طب وده رد؟ طب انت قول لي. طب وده رد؟ انت في ناس انا في ناس بلاقيهم ثقه طبعا، بتكلم معاهم مش كله. بتثق فيه. يعني بتثق فيهم، هم عارفين هم ما بيتكلموا صح. لكن في ناس من غير ما انت اصلا تكلمهم بيكتبوا اخبار غريبه. يعني في مشكله اللي حصل بيني وابو تريكه، احمد فتحي وابو تريكه، لما حصل مشكله كبيره واحنا في اسكندريه قبل الماتش، احمد فتحي اتخانق مع ابو تريكه في التمرين. احمد فتحي ما راحش لما اتصاب وما رضيتش تسلم عليه. ما رضيتش تسلم عليه. حاجات كتيره جدا مالهاش اساس من الصحه. بس هي بتلاقي يعني، او في مصر عامه الاعلام دلوقتي هي ماده بيني وبين ابو تريكه، فخلاص مفيش حاجه، فاكتب على مين؟ هكتب على احمد فتحي وابو تريكه. احمد فتحي وابو تريكه، هي دي الحاجه الموجوده. انت علاقتك بابو تريكه عموما شكلها عامله ازاي؟ انا مراتي وولادي عند ابو تريكه دلوقتي. يعني انا جاي وانا جاي، هو دلوقتي هم هناك. لا يعني مش العلاقه اكبر مهمه من الناس ما تتصور يعني. انا بحب ابو تريكه جدا، وهو عارف ان انا بحبه جدا. انت بتسميه ايه ده؟ فراغ اعلامي ولا بتسميها عدم امانه ولا بتسميها ايه؟ كله يعني، فراغ اعلامي وعدم امانه حاجات كتيره يعني. انا يعني كلمني، مش هتكلمني تعالى النادي اسال على الخبر وبعد كده بكتبه. ابسط شيء يقول لك ما انت ما بتردش. بس انا مش مطلوب ان انا ارد على كل الناس يعني. مش تليفوني هرد على ده وهرد على ده وهرد على ده. فالموضوع بيبقى صعب يعني. وده اللي ساعات بيخليك عصبي. انا بتعصب من الحاجات دي جدا. ايوه وانا بقول لك ده اللي ساعات بيخليك عصبي. ساعات اتكلم معاك الاقيك متنشن وتقول لي ما حصلش يعني تحس ان انت بتزعق في التليفون بالذات في الحاجات دي طبعا. يعني حتى لما دخلت مع كريم في المداخله انا كنت متنرفز جدا عشان الموضوع خد اكبر من حجمه كتير جدا. ضايقك نفسيا؟ انا من الحاجات. هل ضايقك عشان ما ينفعش ابو تريكه ان يحصل ده معاه، ولا ضايقك عشان كذب الخبر؟ ايوه عشان كذب الخبر. كذب الخبر، وعشان الموضوع خد اكبر من حجمه. انا وابو تريكه، انا واحمد فتحي وابو تريكه، احمد فتحي. عشان ابو تريكه يعني هو صرح في الجريده، في جريده الاهلي باين، اللي انا خايف اكلم احمد فتحي عشان قال الوحيد اللي انا خايف اقابله احمد فتحي. بس هو عارف اللي انا مش وليه خايف منك ليه؟ انا مش بوشين يعني. انا صريح. انا صريح الى ما لا نهايه. وشك بيبان عليه؟ يعني انت متضايق مني هيبان على وشك؟ هيبان على طول على وشك. يعني مش ههدى لما اقول لك انا زعلان منك من ايه لما وخلاص تفضفض. وانت كنت زعلان منه؟ لا انا لما شفت ابو تريكه خلاص الموضوع انتهى. سيبك من انت كنت زعلان قبلها منه. كل اللعيبه مش انا بس. لا خلينا نتكلم على احمد دلوقتي. ما احمد فتحي اكيد. انا زي ما انا قلت لك، هو لما خد القرار الفردي خلينا احنا في مشكله، خلى شكلكم انتوا خلينا احنا نتبهدل من كل الناس. خلى انتوا شكلكم وحش. لا يعني خلينا بره في التعامل، الناس بره، خلينا احنا نتبهدل من كل الناس. لكن اولا واخيرا الموضوع ما فيهوش حاجه يعني. الموضوع انتهى يعني. ساعه ما جه اول تمرينه تريكه دي. لا مش اول تمرينه دي. ابو تريكه اللي كانت قبل مباراه امبي. دي كانت قبل مباراه امبي على طول وانتوا في مباراه السوبر. لا ده الماتش ده قبل ماتش سانشاين. انا كنت بص، هو ابو تريكه كان اول مره قابله كان النادي عنده ماتش الزمالك في برج العرب اللي هو بتاع بطوله افريقيا. وانا وعاشور وتاحه ومش عارف مين تاني. احنا بره القايمه عشان كان عندنا انذارات. انا وعاشور كان عندنا كل واحد انذار، فالكابتن حسام كان خايف مريحكم عشان ما تاخدوش التاني. فجيت مره معانا في مدينه نصر. وكنت بتمرن معاه عادي جدا وسلمت عليه عادي جدا. يعني ما كانش في حاجه خالص. حتى في صحفي بعد كده كتب في جريده برضو اللي انا اول ما جيت، انا جيت متاخر في مره على التمرين. قال لك احمد فتحي اول ما جه ما سلمش على ابو تريكه. راح متاخر عشان ما سلمش على ابو تريكه. وانا اصلا قبلها بيوم كنت بتمرن معاه عادي. يعني قبلها بيومين كمان. قبلها بيومين اتمرنت معاه. كان تمرينه بعد الظهر وتمرينه كانت الصبح. ودي كانت ثالث تمرينه. شيء غريب. لا غريب جدا، مش غريب بس يعني. عشان كده بقول لك ده اللي قال لك انا والله شفتهم. قلت له والله شفتهم ايه؟ والله شفتهم. قلت له متاكد؟ فساعتها بقى الاحداث يمكن انت طالع بمنظرين. فالاحداث بعد كده هم عارفين لما بتكلمش وما بقراش. يعني انا الاثنين. بس واضح انك بتقرا مش كتير. العصبيه اللي بتجيلك دي من اصحابي. اصحابك بيتصلوا بيك يقول لك ده مكتوب عنك، ده مش عارف ايه، ده مكتوب عنك، ده بيتكلموا
لكن انت مش من نوع القارئ الجيد يعني؟ لا مش قوي يعني. ولا نت ولا بتاع كلام من ده؟ ممكن شويه بقى يعني، شوية. طبيعي ممكن تعرف اخبار الدنيا فيها ايه؟ بس وده شيء طبيعي، لازم تعرف الدنيا فيها ايه، اخبار الرياضه ايه، ده طبيعي. عامه يعني، وخلاص الموضوع انتهى.